مرحبا أصدقاء حالمة. اليوم رح نحضر ألذ مافن بالموز بخطوات سهلة وبسيطة، وفي نهاية الفيديو بشرح لكم النسخة الصحية من المافن. ويلا نبدأ بالمكونات. أول شي رح نحتاج بيضتين، ربع كوب سكر أبيض، فانيلا، كبداية نضيف ربع كوب حليب وبعدين رح نضيف زيادة. نخلط المكونات، وهنا هرست موزتين كبار وأضفتها للخليط، نصف كوب زبدة فول سوداني. نخلط المكونات، كوب ونصف دقيق، ورشة قرفة مطحونة، رشة ملح، ملعقة صغيرة ونصف باكينج باودر، نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. نضيف حليب بارد بالتدريج لحتى نوصل لهذا القوام بهذا الشكل، مش سائل ولا متماسك، لكن ممكن تخففون القوام أكثر إذا حابين يكون المفن خفيف وطري أكثر مثل الكيكة. هنا جهزت قالب المفن وأضفت الورق. نوزع خليط المفن كذا، وبعدها اختياري أضفت مكسرات البيكان، وممكن تضيفوا أي نوع مكسرات عندكم. رح نتركها في الفرن لمدة 15 دقيقة إلى 18 دقيقة بدرجة حرارة 180. هذا شكلها بعد ما جهزت. هنا شكلها من داخل. طبعاً ممكن تسوون هذه الوصفة بطريقة صحية، بحيث تستبدلون السكر بالعسل، والدقيق الأبيض تستبدلونه بدقيق الشوفان أو دقيق جوز الهند. وبكذا يكون جهزنا ألذ مافن موز وبس. مع السلامة.